السلام عليكم، عام سعيد عليكم اخواتي. شايفين معايا الحمام؟ قبل ما نبدأ اتمنى منكم اللايك والاشتراك للقناة لو سمحتم. معانا حمام محشو بحشوة الرز، ومعانا بصلة مفرومة. انا حطيت في الصينية دي، حطيت معلقة سمنة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين علشان اشوح فيها البصلة. اتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو سمحتم. وعام سعيد عليكم اخواتي وبناتي وامهاتي. وللجديد معنا أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو سمحتم. هنحط معلقة فلفل أسمر وهنقلبه كويس. يعني البصلة مش هتحمر معاكي، خليها كده مصفرة بس. هيعجبكم خالص في الرز، هيبقى ليها طعم كمان لو فريك هيبقى أحلى وأحلى. بس أنا بصراحة الأولاد عندي بيحبوا حشو الرز أكتر. وإن شاء الله هيعجبكم حبايبي، ودربوه على طريقتي بإذن الله هيعجبكم وهينول رضاكم بإذن الله. حبيت احتفل لهم في السنة الجديدة واعمل لهم اكلة حمام، وان شاء الله تعجبكم وتعجبهم بإذن الله. اتمنى تدعوا لي دايما بالخير والصحة لينا ولكل الامهات جميعا، امين يا رب. انا وانتو حبايبي ادعوا لعام سعيد علينا. انا حطيت معلقة ملح كبيرة، يعني 2 بالمعلقة الصغيرة اللي انتو شفتوها دي، وزدت شوربة او شوية مية بس خليهم دافيين عشان ما ياخدش حتى معاك طيبان على النار. وادي الرز خلاص اهو، شايفينه بالحباية وابيض زي ما هو مغيرش لونه. انا سبته برد وبعدين نكبس الحمام مع بعض. بلاش حبيبتي تزيد عليه خالص في الكبس كده، خليه يعني كده يا دوب شوية كده بس جواه. ما تكبسيش جو وتدوس عليه علشان خاطر لما تحطيه في الشوربة ما يفرجعش منك ويتفضل الرز برا، الحشو بتاعك كله تلقيه برا وتلقي الحمام فاضي. كده كده الحمام الصغير ده مش بياخد طيبان اصلا. اتمنى منكم الاشتراك واللايك للقناة وتفعيل الجرس لو سمحتم اخواتي وبناتي وامهاتي. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة لو سمحتم. واللي لسه معانا جديد اتمنى يشترك في القناة والقناة تعجبه باذن الله. ما تمنيش حبيبتي خالص الحمامة، خليها كده يا دوب بتحطهم جواها بس. وده طريقة التكتيف للبنات اللي هم لسه جداد حلوين عرايس، ربنا يهنيهم يا رب بحياتهم، وإن شاء الله يكون بيوتهم جميلة وبناتنا شطار وحلوين وبيتعلموا بسرعة بإذن الله. وده حبيبة الجونص بتاعها أنا بسد بيه عشان خاطر ما تتصداش. ولو مش عارفة تكتفيه للبنات الجداد الحلوين، خيطيه حبيبتي أو بخلة وشبكيه في بعضيه علشان خاطر ما تتعبيش وتحيري نفسك. كده كده هيتاكل في كل الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. صلى على النبي حبيبتي في قلبك. أنا خلصت كله ده ورجعت لكم، ودي آخر واحدة معاي. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على أخواتي وبناتي يا رب بالتوفيق والنجاح. وإن شاء الله يكون فترة امتحانات حلوة على البنات وعلى الأولاد إن شاء الله، ويتهنوا بالأجازة إن شاء الله ويبقوا مبسوطين. عام سعيد بإذن الله وفي تفاؤل من أولها بإذن الله، بيكون خير علينا إن شاء الله يا رب، علينا وعليكم حبايبي بالصحة والسعادة يا رب والخير. شايفة حبيبتي أنا بعدين بفكركم باللايك عشان ما تنسونيش. وده الشوربة أنا كنت حطاها وحاطة فيها البصل وحاطة فيها الطماطم وحاطة فيها الشطة الحية. أنا دي حبيبي جت اهو، أنا هنزلهم في الشوربة. خلي ظهره لتحت والحوصة لفوق عشان ما تاخدش حرارة الحلة منك، حرارة النار على طول، لأن هي الحوصلة دي يا دوب حاجة
خفيفة خالص ومش هتتحمل ضغط النار اللي هو فوقيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. قاعدين يا حبايبي اهو الشطة يا حية ودي نوردها لكم. أنا بحب أحط حية كده بتدي طعم حلو للشوربة. أنا هسيبه يغلي مع نفسه كده، وإن شاء الله هوريك يا حبيبتي طريقة الطيبان بناتنا الحلوين اللي لسه مبتدئين، وإن شاء الله يعجبكم حبايبي. ان شاء الله. انا كنت خابزة في اليوم ده، حبيت اروح ابص على العيش اشوفه خمر ولا لسه. حبيت اخدكم معايا واوريكم العيش عندي، وانا حطاه في البلكونة عندي اشوفه خمر ولا لسه. انا سبت شوية، كان لسه عاوز شوية ورجعت للمطبخ معاكم. ده يا حبيبي هنعمل برام براني. ده عصير طماطم وبامية، وده معلقتين دهن انا بحتفظ بيه في التلاجة عندي، ومعاهم معلقة سمنة. ولا هحط معاهم التوم اديه تشويحة، يعني ده فص توم ومعاه شطة وكمون وكزبرة. ده التوابل العادية بتاعتنا بتاعة المطبخ اللي موجودة في كل مطبخ بيت عادي. البرام مش محتاج اكتر من كده يعني. وانا هحط عليه عصير الطماطم. هندوه قلبه كويس خالص، وبعد كده ان شاء الله هنشوف مع بعض هنعمل ايه. خليكي معايا خطوة بخطوة ان شاء الله يعجبكم. انا يا حبيبي حطيت البراني في البرام وقبيت عليها، وانا هوديها الفرن. اروح ادخلها الفرن ان شاء الله. وده حمام حبايبي بعد ما طاب، امسكيه كده من جناحه كده ان شاء الله يعجبكم. وهنعمل مع بعض محشي الفلفل. هتجوريه كده حبيبتي كويس، وهنحطه جنبينا حلة فيها مية وملح، ونسقط فيها الفلفل بعد ما نفتحه بالشكل ده. انا خلصتهم خالص اهو، ان شاء الله يعجبكم. وهنشوفوا الخلطة مع بعض، جربوها على طريقتي وبإذن الله هتعجبكم وتنول رضاكم. ده رز وده بصل وتوم وده طماطم ومعاها فلفل وخضرة وملح وكمون وكزبرة وشطة. ولو عندك بهارات خلطة المحشي حطيها حبيبتي. وحطيت معاهم من مرقة، هديني خلصهم وارفعهم على النار. يعني بزيدهم شوربة. لو عندك مرقة حطيها، في ناس ما بتحبهاش كده كده، عندك الشوربة اصلا فيها دسم. انا بحط الغطا ده او طبق عندك صيني يتقل المحشي عشان ما يكبش منه الرز. وده حبايبي خلاص انا جهزته ودخلته الفرن. وده العيش بعد ما اتخبز معاي، شايفين ده العيش الشمسي بتاعنا. وده برام البراني بعد ما طلع من الفرن. وده المحشي بعد ما استوى معاكم. اتمنى منكم اللايك. وده مخلل خيار وفلفل بقى كنت عاملاه. اتمنى حبايبي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك لو سمحتم. واللي لسه ما اشتركش معانا اتمنى يشترك القناة باذن الله هتعجبكم وتنور رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.